بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح بقى الشتا كده وصباح يوم جديد، وكان الجو حلو خلاص الصبح، وفجأة قلب على مطرة زي ما انتم شايفين. قعدت حوالي ما كملتش نص ساعة، بس الدنيا بقت عوم عوم عوم. اظن بقى شايفين المطرة. يعني ربنا يكون في عون اللي ما عندوش يعني بيت او قاعد في مخيمات زي الناس اللي بلادها محتلة والحاجات دي. اللهم سببا نافعا يا رب، اللهم سببا نافعا. الشتا دخل بقى وبقوة كده، يبقى زي ما انتم شايفين الجو مطر. وفي ثانية بقول لكم، في ثانية فجأة كده قلب الجو، قلبة ما شاء الله. يعني الشقة ما البلكونات غرقت مية، وأنا عمالين بقى نشوف المية والأسطح الدنيا كلها كانت غرقانة مية. بس ده طبعا خير من عند ربنا. زي ما بقى أظن شايفين الشوارع شكلها ايه، كانت واقفة فيها مية. المهم بقى الجو ده محتاج ايه يا بنات؟ أظن محتاج حلة محشي حلوة كده تدفينا. دخلت بقى، كنت كويس ان انا كنت روحت السوق قبلها بيوم، وجبت بقى ايه شوية كوسة كده، قلت اعملهم محشي. وطبعا زي ما انتوا عارفين الكوسة انا كنت جايباها الحمد لله، يعني كان سعرها هو شوية عن الاول، كنت جايباها حوالي ب6 جنيه. فقلت ايه مش عايزة اهدر منها حاجة، هطلع من الكوسة كذا صنف او كذا ايه اكلة. الكوسة الحتت اللي هي بتبقى فوق ديت هطلعها، مش هرميها ولا حاجة. وكمان القلب بتاعها برضو مش هرميه ولا حاجة. شوية نعمل ايه مع بعض. عملت بقى التسبيكة، بصلة شوحتيها بمعلقة سمنة ومعلقة زيت وملح وفلفل اسمر والبهارات بتاعتك، وطشيت عليها بالطماطم وسيبها تتسبك. وكنت علقت عليها كمان تتسلق، وكمان كنت بغلي لبن عايزة اعمله زبادي. طبعا الاسعار بقت مرتفعة اوي، فقلنا ايه اي حاجة توفر معاكي في البيت يعني. المهم بقى يا بنات، انا قورت طبعا الكوسه وسبتها، وقلت ايه اعمل شويه حاجات كده قبل ما اعمل المحشي بتاعي. زي ما انتوا عارفين انا هعمل الحتت اللي طالعه، او الحتت اللي طالعه من الكوسه اللي انا اللي انا وريتها لكم ديت، دي هعملها مش هرميها، هعملها شوربه. قطعتها مكعبات صغيره، وكمان عندي بطاطسايه عليها ما كترتش، وهشوحهم في بصلايه صغيره كده مع شويه ملح وفلفل. ومعلش على صوتي عشان انا عندي برد فتعبني شويه، يعني ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. المهم هشوح الكوسه مع البطاطسايه في شويه في البصلايه الصغيره اللي انا بقول لكم عليها كده. وبعدين هنزل عليها بشويه شوربه واسيبها تستوي مع نفسها. دي اول حاجه، دي طبق شوربه كده حلو. تشربي بقى مع المحشي، تشربيه لوحده في اي وقت انت عايز، انت حره يعني. قلب الكوسه طعمه حلو جدا، والكوسه ما شاء الله طعمها مسكر وطعمها حلو. فقلت عمري ما هرمي القلب، هستغله كمان. وهعمله زي طبخة كده، او مثلا يعني هحط عليها معلقة او مغرفتين صلصة من التسبيكة بتاعتي، بالصلصة اللي انا عاملاها للمحشي. وهتبقى معاكي طبخة حلوة اوي. انا صراحة ما جبتش قلب كوسة بحاله، لان مش كله برضو عندنا بيحبه، فانا جبت حاجات بسيطة. دي بقى مع شوية رز كده سخنين، وكمان بيبقى ما شاء الله ادي غدوة وراحت او يوم معدى. او ممكن تغمسيها بالعيش زي ما انت عايزه، هي طعمها حلو قوي. وكمان القلب بتاع الكوسه طعمه مسكر. هشوحهم بقى مع مغرفه الصلصه ديت زي ما انتم شايفين كده، وهحط لها بقى لو عايزه ملح او توابل او اي حاجه، بس الصلصه بتاعتها متسبكه وكمان متملحه، وما هتحط عليها البهارات وكل حاجه. هبدا اقلب فيها شويه لغايه ما تنزل الميه بتاعتها. ممكن ازود لها شويه شوربه صغيرين لو عايزه، لو مش عايزه خلاص. وهسيبها لغايه ما تستوي وهطفي عليها. ادي من حاجة واحدة يا بنات عملنا كذا صنف. المفروض الواحد اليومين دول ندبر ونوفر، لان الاسعار بقت عالية قوي كمان. وفي ناس برضو ما معهاش، فدي افكار ممكن تطلع منها كذا حاجة. انا كنت خلصت بقى يا بنات الصلصة بتاعت المحشي، وحطيت غسلت الرز وحطيته عليها والخضرة. وهبدأ اعمل الكوسة بتاعت الصينية في الفرن، وتبقى طعمها حلو قوي. زي ما انتم بقى شايفين الصينية انا دهناها من تحت معلقة سمنة صغيرة او شوية زيت لو عندك، او لو مش عايزة تدهنها خالص براحتك. بس انا دهنتها يعني عشان ايه بتتحمر حلو في الكوسة. فالبنات عندي عايزينها متحمرة جامد على الوش، وكمان من القعر. هبدأ بقى احشي بنات كل الكمية اللي عندي. وكمان كان عندي ورق خس
جبنا بقى خس من الغيط. طبعا الخضرة ما احلاها في الشتا، بتبقى ما شاء الله مرعرعة وجميلة. جبنا بقى شوية ورق خس كمان، وقطعت الورقة. هي ما شاء الله الورقة كانت عريضة، فقطعتها وغسلتها وسلقتها. بتسلقيها دوب وبتحطيها في المية وبتشيليها على طول، لان الورق الخاص ما بيستحملش علشان ما ينهرش معاكي. وبدأت احشيهم كمان. يعني ما شاء الله كانت الصينية ديت وحالة ورق خاص حلوين كده، بيبقى ايه، وما شاء الله قضانا كمان وفضل تاني يوم. كده خلصت بقى يا بنات المحشي معايا اهوت. وكان عندي معلقه صلصه كده حطيتها على وش الصينيه، وشويه رش بقى شويه ملح وفلفل اسمر. والوقت ده كان النور قطع عندنا. وكمان هبدأ بقى ازود اهوت. انا صراحه بحبها، يعني بحب الكوسه كمان لها قلب، يعني ما بطلعهاش، ما برقهاش في التقوير قوي. وكمان بحب اسيب لها قلب. انا بحب الكوسه كده. هحطها بسيبها يا بنات تغلي على عين البوتاجاز، وبعدين احطها في الفرن بقى تاخد وش كده، بتبقى طعمها جميل. ويا ما شاء الله كان طعمها حلو قوي. وخلاص الشوربه بتاعت الكوسه خلصت. وكمان قلب الكوسه كمان انا خلصته. ما شاء الله الكوسه جميله جدا وطعمها حلو. ده الشوربه ما شاء الله حلوه، ومن غير اي دهون، من غير اي حاجه، بالشوربه بتاعت اللحمه. وما شاء الله يا بنات ادي ورق الخس ما شاء الله جميل اهوت. الحته البيضه دي كان عندي حته قشطه في طبق كده، فحطيتها على وش المحشي. وكمان ادي الكوسه معايا، هي التانية اللي انا عملتها بصلصه زي طبيخ كده، بتبقى طعمها حلو قوي. هنغرب بقى يا بنات المحشي بتاعنا. وكمان تعالوا بقى اتفضلوا معانا. كان ما شاء الله جميل جدا، بألف هنا وشفا على قلب اللي كال يا رب. ايه رأيكم بقى في المحشي بتاعنا؟ يلا تعالوا بقى كلوا معانا كده. وكان يوم شتوي جميل كده، وكمان بقى الشتوى والحاجات الدافية دي والحاجات الحلوة دي. يلا بقى اللي وصل معايا هنا ما ينسانيش في اللايك والشير، وكمان دعوة حلوة من قلبكم. اشوفكم بقى على خير فيديو جديد، واستنوني ما تنسونيش. ومع السلامة.